السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. دايما عايزين نجدد في أكلنا وفي شكله، حتى لو كانت أكلة بسيطة. لازم نخلي ولادنا وإحنا كمان نحب الأكلة من عينينا، من شكلها الحلو. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة بمقادير سهلة جدا، تنفع في كل وقت في اليوم، فطار غدا عشاء، تنفع في كل وقت. الأكلة بتاعتنا هتحتاج من 7 ل5 بيضات، وهتحتاج شبت وكزبرة، وهنحتاج دقيق وطماطم وبصل. هبدأ أول حاجة ونقول بسم الله، ونحمر البصلة بتاعتنا وننزل عليها بمكعبات الطماطم المتقطعة، 4 أو 5 طماطميات، نشوحهم مع بعض ونخليهم يوصلوا لمرحلة إن هم يبقوا متسبكين، مع إضافة كوباية مية تخلي برضو القوام مش تقيل قوي، وأضيف عليها كل التوابل بتاعتها، ملح، كمون، فلفل، زعتر، بيدي طعم حلو جدا للأكلة بتاعتي. وباجي بعد كده خلاص سبت الطماطم بتاعتي، باجي أكسر البيض اللي هحتاجه. طبعا دي برضو زي ما قلت لك، كل ما هتزودي عدد البيض هنا هيدي طعم حلو قوي للأكل. احنا حطينا من 5 ل7 زي ما احنا اتفقنا، وجينا بعد كده ضربنا البيض كويس جدا مع الفلفل الأسمر والكمون، وطبعا نص معلقة ملح أبيض، وضفنا عليهم الكزبرة والشبت. هاجي في بولة تانية هجيب 4 معالق دقيق بتاعتي، من 4 ل5 معالق دقيق، زي ما تلف معاكي الطبخة. هبتدي ان انا اجيب الحاجة بقى اللي هتخلي لي الاكلة دي جميلة جدا. برضو هستعمل من كيس لكيسين بيكنج باودر، بيخلي لي العجة بتاعتي جميلة ومرتفعة، وحاجة كده تفتح النفس. وبنزل كمان بنص معلقة ملح، وأقلب كويس جدا كل الحاجات دي. بعد كده أضيف على الدقيق الطماطم والبصل بتوعي، وهم كمان مش سخنين. بأكد يا جماعة، عشان طبعا انتوا شايفين في بيض في الطبخة بتاعتنا، فمش عايزين نحط أي حاجة سخنة تخلي البيض ان هو يستوي. بعد كده بقلب كويس جدا الدقيق مع البيكنج باودر مع خلطة الطماطم والبصل، وبعد كده بضيف عليهم كمان البيض مع الكزبرة وكل الخليط اللي كان فيه البيض والكزبرة والشبت. طبعا مش هقولك قلبي كويس جدا، بس هتقلبي كويس جدا وبسرعة كمان. انا مش عاوزة الوقت اللي بنحط عليه المكونات يزيد عن 10 دقايق، علشان البيكنج باودر يلحق يعمل مفعوله داخل الفرن. كل ما هنقعد الخليط بتاعي داخل البيكنج باودر قبل ما يدخل الفرن بوقت كبير، هيخلي عملية ان البيكنج باودر هيفقد التفاعل بتاعه. كده انا خلاص بظبط القالب بتاعي. اختاري قالب حلو يفتح نفس الولاد على الاكل. باخد القالب بتاعي خبطتين عشان يطلع الهواء اللي فيه، وجري على الفرن على طول، ومش هتاخد اكتر من نص ساعة وتطلع مستوية وزي الفل، وعالية وهشة، وكل حاجة فيها جميلة، وطعمها جميل جدا ورائع، وهيعجب الولاد كلهم. طبعا تقدري تعملي جنبه سلطات، تقدري تعملي جنبه بتنجان مخلل، اي نوع مخللات انتي مخللاه بينفع جدا جنب العجة بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.